سورة طه، والتي تكرر فيها ذكر قصة وهي أقدم حادثة ذكرها القرآن الكريم، بل لم يسبق كتب التاريخ أي كتاب الكتب السابقة أن ذكرت أقدم قصة، ألا وهي قصة آدم عليه السلام. هي أقدم قصة على الإطلاق. ثم وأنت تتصفح وتقلب ورقات المصحف الشريف فتجد أن أول قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي قصة آدم، قصة خطأ وتوبة. ومن شابه أباه فما ظلم، من شابه أباه فما ظلم. ما هي الشريعة التي جاء بها آدم عليه السلام؟ ما هي الشريعة التي جاء بها آدم عليه السلام؟ هي كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قال العلماء، شريعة آدم عليه السلام كيف نتوب إلى الله. الله سبحانه وتعالى قال ثم اجتباه. بعد العلماء قالوا أن آدم عليه السلام لم يكن نبيا، والحال أنه لأن النبي معصوم من الخطأ. قال بعد أن وقعت تلك المعصية وقع بعدها الاجتباء والاصطفاء، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والعلماء لما يتكلمون عن المعصية سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. العلماء من خلال استقراءاتهم لكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجدوا أن ثمة أحوال تزيد من عمق هذه المعصية، وتزيد من المعصية يعني لا تتوقف عن كونها معصية، ولكن درجة أو كيفية التعامل معها. أول شيء تكلموا عليه العلماء ألا وهو تعظيم المعصية إلى حد هذا الإنسان يظن بها أن الله تعالى لا يغفر له. لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا تيئيس الناس بربهم سبحانه وتعالى وإدخال القنوط عليهم أن الله لا يغفر هذا الذنب ومن عمل إبليس. فتعظيم الذنب إلى حد يصير الإنسان يخاف معه أو يظن أن الله تعالى لا يغفر له، هذا ذنب زائد الذنب الذي ارتكبه. ثانيا استحقار هذا الذنب، شو كاين اللي يعظمه إلى درجة أنه يشك بأن محال يغفر الله سبحانه وتعالى، وكاين اللي يستصغره إلى درجة أنه لا يأباه له، لقوله عليه الصلاة والسلام ترى المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يريد أن يقع عليه، وترى المنافق يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه فقال بيده هكذا فطر. علاش النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالذبابة؟ لأن الذبابة حال وقوعها على الأنف هذا شيء لا يتفكر الإنسان يجي في باله يتفكر باللي كاش واحد النهار حطت الذبابة. دل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم لك على كل الأحوال التي تصاحب سقوط الذبابة على أنف الإنسان ولا على وجهه، ولا يأباه لها، ما يعرف لو انت حطت لو انت طارت لو انت رفض. فهذا حال العاصي مع المعصية الذي يستصغر الذنب. ثالثا الجهر بها، الجهر بالمعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى من العفو إلا المجاهرون. فما بال أناس يبيتون يعصون ثم يسترهم الله سبحانه وتعالى فما يتوقفون إلا أنهم يجيدوا ينشروا هذه المعصية. ثم رابع شيء والذي أختم به ألا هو الإصرار اللي يديرها. أنا نتكلموا على المعصية شولا اللي يزيد الحدة تاعها ويزيد غضب الله سبحانه وتعالى على صاحبه، أنه يصر دائما هذه المعصية يديرها وبعد ما ينتهي منها يخاطب نفسه بالعودة إليها. لا تجد المسلم هكذا أبدا. المسلم كيف نهار
المسلم شيء هذا هو. خلق المسلم مفتنا نسيا، إذا ذكر تذكر. المسلم إذا عصى الله سبحانه وتعالى وتقدرت عليه معصية كما نقول احنا ينكسر، خاطره ينكسر. لماذا فعلت هذا؟ بينما تجد المنافق يعني يصر يديرها ويعاود يديرها. لا نقول المؤمن ولا المسلم لا ما يعني بينه وبين المعصية حد فاصل. لا، المسلم ثاني يعصي، لكن فيه صفة الرجوع، فيه صفة التوبة، فيه صفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله العظيم، ما أصر من استغفر ولو فعل 70 مرة. يفعل المعصية ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، يدير المعصية ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، هذا غير مصر. وإن عاد يعني أكثر من مرة، هذا يعني الأمور التي أو الأحوال التي تكون عليها المعصية لا نعظمها ولا نستصغرها ولا نجاهر بها ولا نصر على فعلها. وكاين خامس شيء هو خطير كذلك، وهو الدعوة إلى المعصية. هذا شيء خطير جدا، هذا يعمل عمل إبليس، هذا الذي يدعو الناس إلى معصية الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. المسلم يتقي كل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفارقنا رمضان ولا نفارقه إلا بذنب مغفور وعمل مقبول مبرور. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.